أيام حسني مبارك كان في فساد بيضرب أركان الدولة من كل حتة، وكانت البلد مهلهلة زي ما قال الرئيس السيسي كلها كهن. دي حقيقة، وكان الفساد بيضرب في كل حتة في الدولة. لكن كان في دعم تمويني، كان في دعم للبترول، كان في دعم للغاز، كان في دعم لكل حاجة صراحة. أي نعم، ما كانش فيه خدمة صحية محترمة. الواسطة كانت منتشرة في كل حاجة ولحد الآن يعني. لكن كان الدولار ب5 جنيه ونص. الدين الخارجي كان 35 مليار تقريبا. لا تنمية صناعية ولا تنمية زراعية ولا أي حاجة. يعني كنا صفر تقريبا، بلد ما فيهاش إنتاج ولا فيها أي حاجة. دلوقتي مع إصلاح اقتصادي مع الرئيس السيسي، ومشاريع اقتصادية وتنمية زراعية ورفع الدعم عن كل شيء، والدولار ب30 وب33، ومتوقع انه هيوصل ل35 الشهر ده، وعلى اخر السنة كلام بيتقال انه ممكن يوصل 40 42. طب هو ده الاصلاح الاقتصادي؟ هو ده كده ان احنا حالنا احسن؟ ان التضخم يبقى عالي بالطريقة دي، وان العملة تنهار بالشكل ده؟ هو ده اصلاح؟ هو ده التطور؟